بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. باشمهندس باسم هشام معاكم، والنهاردة بإذن الله هنكمل موضوع السوليد وركس اسمبلي. أظن إن احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على بداية كده السمارت كومبوننت في السوليد وركس اسمبلي، وعرفنا أهمية الموضوع ده وقد إيه هو هيسرع شغلك في الأسمبلي. النهاردة بإذن الله هنتكلم على النوع التاني في السمارت كومبوننت، وده نوع مهم جدا جدا ما كانش موجود قبل كده. وأنا شخصيا كانت عندي مشكلة إن الأوبشن ده ما كانش موجود. الكلام ده على ما أظن كان يعني 2000، يعني لو أنا أتذكر صح تقريبا 2013 2014 حاجة زي كده، يعني يعني في السنين دي كده. كان عندي مشكله ان الكونسبت ده مش موجود اساسا في السوليد ووركس. فالحمد لله يعني اظن ان نزل في 2023 الاوبشن اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. فدي حاجه مهمه جدا. قليل قوي اللي بيدخل في الحتت دي، بس هي حاجه مهمه وحاجه مهمه جدا جدا جدا، وموجوده دلوقتي في السوليد ووركس. تقدر ان انت تستخدمها في الكومبوننتس بتاعتك والاسمبلي بتاعتك، وده هيدي طبعا يعني احترافيه بشكل كبير. الفيتشر اللي احنا بنتكلم عنها هي فيتشر اسمها الفليكسبل كومبوننت. فكرة الفليكسبل كومبوننت هي اوريدي عكس فكرة السوليد ووركس. يعني لو انت بتفصص الكلام كده، سوليد جاي من حاجة ريجيد، فانت عندك بقى العكس بتاعها هي فليكسبل كومبوننت. ازاي يبقى عندك فليكسبل كومبوننتس جوه السوليد ووركس؟ والمثال اللي انا بشرحه ده يا باشمهندسين انا اظن مثال جميل جدا لو انت تعرضت ليه، وان شاء الله هيوضح لك الموضوع بتاع الفليكسبل كومبوننتس ده بكل سهولة. والمشكلة اللي انا كنت بقابلها في البرنامج ساعتها، وكنت عايز اعمل حاجة معينة هقولها لحضرتك في نهاية الفيديو بإذن الله، حاجة بره الإطار بتاع الكورس. هشرح لك بس انا كنت عايز اعمل ايه، وازاي ان الفيتشر دي كانت هتبقى مفيدة ليا في الوقت ده. تمام. طيب خلينا نخش في الموضوع على طول. الفليكسبل كومبوننت، فكره الفليكسبل كومبوننتس، مثلا احنا عندنا الليفر دي او الهاندل دي زي الفتيس بتاع العربيه كده. فبيبقى فيه زي حته كاوتش كده هنا يا باشمهندسين، بتروح وتيجي لما انت تحرك الهاندل دي كده. الكاوتشه دي ايه، بتروح وتيجي مع الكاوتش مع الليفر ده او الهاندل دي. فطبعا ازاي تعمل الكلام ده؟ انت هتعمله فيتشر، والفيتشر دي بتبقى سوليد. ازاي ان انت تعمل كونسبت الفليكسبل كومبوننت؟ اظن لو انت ماشي معايا كده في الكورس واحده واحده وفهمت فكره الريفرنس جيومتري وفهمت فكره الاكسترنال ريفرنسز، اظن ان انت الى حد ما بقى عندك تخيل كده احنا هنعمل الموضوع ده ازاي. حلو. الفليكسبل كومبوننت يا باشمهندسين، اول حاجه احنا هنعمل انسيرت الكومبوننت عادي جدا ايا كان الكومبوننت هو ايه. فخلينا نعمل انسيرت الكومبوننت، هو مجرد كومبوننت بسيط هيبقى بس البدايه بتاعتي عشان اعمل السمارت كومبوننت اللي انا هبدا استخدمه برضو. لان احنا بنقول ان السمارت كومبوننتس دي ممكن نستخدمها في اكتر من اسمبلي. فالفليكسبل كومبوننت اللي انا هعمله حاليا انا هقدر ان انا استخدمه في اكتر من اسمبلي بنفس الكونسبت يعني. فده دلوقتي هيكون الفليكسبل كومبوننت بتاعي. فانا خليني مثلا ان انا ابدا ان انا اعمل له الميت بتاعته. خليني اظبط بس الميتس بتاعته كده في السريع. تمام. كده بقى يا باشمهندسين احنا عملنا يعتبر القاعده بتاعت اللي هو الجزء اللي هو بيكون مطاطي، او اللي هو الجزء اللي بيكون رابر يعني. فهنكمل بقى الفليكسبل كومبوننت ان احنا هنرسم سكتش هنا. فخلينا نعمل اديت. طبعا انت عارف انا بعمل اديت ليه، فالحاجات دي كلها شرحناها قبل كده، مش محتاج ان انا اتكلم عنها. وخلينا نعمل اوفست ب5 مللي ريفرس. حلو جدا. تمام. حلو جدا. عملنا اكزit للسكتش يا باشمهندسين. تعالوا بقى نعمل ريفرنس جيومتري. ريفرنس جيومتري بلين من الفيس ده هنعمله 30 مللي فليب اوفست عشان يكون العكس بالشكل ده كده. وهعمل على البلين ده سكتش. انا هعرف حضرتك انا بعمل ايه في النهاية. هعمل على البلين ده سكتش هيكون عبارة عن الايدج دي معمول لها كونفرت انتيتيز. حلو. حلو جدا. هعمل اكزit للسكتش، لسه مش هعمل اكزit من الايديت كومبوننت. اللي انا عملته ايه يا باشمهندسين؟
واحده واحده كده. اللي انا عملته في الفليكسبل كومبوننت ان انا نزلت الكومبوننت ده، كومبوننت عاديه خالص، عملت لها ميت مظبوط زي ما انا عايز، لان انا لسه بنشئ الفليكسبل كومبوننت. تمام. بعد كده ان شاء الله لما تيجي تستخدمه الموضوع هيبقى مختلف، بس انا حاليا بنشئ الفليكسبل كومبوننت وبعرف حضرتك انا بنشئه ازاي. فانا نزلت بارت بسيط جدا، عملت سكتش على السطح ده. تمام. واخد اوفست، وعملت ريفرنس جيومتري من السطح ده 30 مللي لتحت، وعملت الايدج دي كونفرت انتيتيز. حلو لحد كده، تمام وزي الفل. في الوضع ده يا باشمهندسين، بعد ما عملنا اكزit للسكتش، انا لسه بعمل اديت في البارت. هروح رايح على الفيتشر، واروح رايح عامل لوفت فيتشر. حلو. وتعالوا نعمل لوفت كده من السكتش دي للسيركولار ايدج ده. تمام. حلو قوي. طيب هنحدد الستارت والاند كونستريند ازاي يا باشمهندس؟ تعالوا كده نخلي الستارت كونسترين نورمال تو بروفايل، خلي الاند كونسترين نون زي ما هي، مفيش ادنى مشكله. يعني الوضع ده زي ما هو مفيش ادنى مشكله فيه، انا هدوس اوكي. طيب برضه يا باشمهندس انا مش فاهم حضرتك انت بتعمل ايه. يا سيدي هعرف حضرتك ثانيه واحده. هعمل اوكي كده. زي ما حضرتك شفت بعد كده، كل مرة تحرك الليفر بتحتاج ان انت تعمل ابديت عشان يعمل ابديت للريفرنس ويبين لك المكان الجديد اللي هيكون عليه البوت. الفكرة بقى دلوقتي ان احنا حلينا المشكلة دي، بدل ما كل مرة تعمل كمان ريبيلد بقى عندك اوبشن اسمه ميك بارت فليكسيبل. فخلينا نفتح بارت كمان كده ونجرب فيه البوت عشان نجرب فكرة الميك بارت فليكسيبل ده، وتشوف معايا ايه اللي بالظبط هيطلبه منك لما تيجي تضيف الكومبوننت اللي اسمه البوت ده وتعمل ميك بارت فليكسيبل. الفكره بقى هنا يا باشمهندسين، خلي بالك ان انت كنت واخد ريفرنس زي ما انت عرفت هنا كده، كنت واخد ريفرنس من الليفر، فكل ما الليفر بيتحرك انت كان بيحصل ابديت لللوكيشن بتاع السيركل، وبالتالي البوت ده كان بيتحرك. تعال نعمل انسيرت بقى للبوت ده في اسمبلي تاني ونشوف ايه الموضوع لما نيجي نعمل البارت ده ان هو فليكسيبل. كل اللي انا هعمله بقى دلوقتي يا باشمهندسين، بعد ما الفليكسبل كومبوننت عندي بقى جاهز، هعمل دراج ودروب للفليكسبل كومبوننت ده في الاسمبلي الجديد. تعالوا نكبر كده الويندو دي ونعمل ميت للاسمبلي الجديد اللي احنا لسه ضايفينه. تمام. تعالوا نعمل ميت كده يا باشمهندسين. حلو قوي، عملنا الميت بتاعنا. نبدا نعمل بقى ابديت للريفرنس. طبعا بما انه فليكسبل كومبوننت، واحنا دلوقتي عايزين نحول الفليكسبل كومبوننت بتاعنا لفليكسبل. الكلام ده بنقدر نعمله ازاي؟ ان انت بتيجي على الكومبوننت اللي انت عارف ان هو فليكسبل كومبوننت، وتدوس رايت كليك، بتلاقي هنا عندك الايكون اللي اسمها ميك بارت فليكسبل، بندوس عليها يا باشمهندسين، فبيبدا يظهر لك الريفرنس عشان تبدا تعمل ابديت للريفرنس من الفليكسبل كومبوننت اللي كان واخدها قبل كده للريفرنس الجديده اللي هياخدها من الاسمبلي الجديد. طبعا لو انت فاكر احنا كان عندنا اتنين ريفرنس بالظبط. البلين كنا واخدين بلين 30 ملي اوفست من السطح العلوي من الاسمبلي القديم، فده اللي احنا هنعمل له ابديت. وانت عايز 30 ملي برضو بس من السطح الجديد ده، فنختار على السطح الجديد ده. النقطه اللي بعد كده هي الايدج، والايدج دي اللي كنا عاملين منها السيركل كانت كونفرت انتيتيز، فانا هعدلها دلوقتي ان هي تبقى الايدج دي. كده احنا الدنيا بقت عندنا مظبوط. تعالوا بقى على الوضع ده، الموضوع بسيط جدا، هندوس اوكي. هيظهر معاك الابديت بالشكل ده يا باشمهندسين. تبدأ بقى تحرك دلوقتي زي ما انت شايف، بيتحرك معاك بكل سهولة وبيحصل له ابديت، مفيش ادنى مشكله في الموضوع. الموضوع بسيط جدا. طبعا تقدر بقى بعد كده تعمل ليميت ميت عشان تضمن ان هو يعني ما يميلش اكتر من اللازم. بس دي كل التفاصيل اللي تقدر تستفيد بيها ان شاء الله في الفليكسبل كومبوننت. واتمنى يكون الكونسبت وصل لك، كونسبت جميل جدا ومفيد جدا. وجاي دلوقتي ان انا اعرفك انا كنت عايز استخدم الفيتشر دي من قبل ما تيجي من 2012 او 2013 ازاي وفي ايه بالظبط. انا كنت مشترك في مسابقه. المسابقه دي كنت بعمل حاجه، كنت بصمم حاجه كانت انوفيشن يعني. كنت بصمم حاجه يا باشمهندسين، الفكره منها ان هي ترفرف. تمام. فانا كنت عايز الماتيريال اللي هتستخدم في الرفرفه دي تبقى ماتيريال انا اقدر ارسمها على السوليد ووركس.
فكان عندنا زي سيرفو كده، الناس اللي في طيران هتفهم السيرفو احنا بنستخدمها ازاي في اليو اي في. فانا كان عندي حاجه بترفرف زي كده زي الموجه كده، وتخيل الموجه دي في صوابعك وانت عامل عليها قماشه، فالقماشه دي بتطلع وبتنزل، فاهم؟ ازاي بقى اعمل القماشه دي جوه السوليد ووركس؟ الكلام ده 2012 يا باشمهندسين كان مستحيل. يعني الموضوع ده كان معضله كبيره جدا. ازاي برضو هبين السيرفو، الارم بتاعت السيرفو لوحدها؟ يعني ازاي ان انا هبين الارم بتاعت السيرفو طالعه ونازله، وهو الكونسبت اساسا مبني ان هو عامل زي الجناح كده، زي الويف، فاهم قصدي؟ ازاي ان انا ابين حته القماش وهو بيطلع وبينزل في نفس الوقت مع كل سيرفو؟ فالموضوع ده كان مشكلة كبيرة، هو ما اتحلتش لان هو يعني هو كان سوفت وير ليميتيشن، يعني حاجة ما اقدرش ان انا ارسمها على السوليد ووركس للاسف ساعتها يعني. فيعني فرصة سعيدة ان هي دلوقتي ضافوا الفيتشر الحمد لله في 2023 بعد 10 سنين. اكتب لي كده في الكومنتس يا باشمهندسين لو عندك انت مشكلة عايز تعملها وتصممها. انا بحب الناس اللي بتفكر. لو انت عندك حاجة عايز ترسمها ووصلت لحته السوفت وير ليميتيشن دي، اكتب لي في الكومنتس كده وخلينا نستفيد من حضرتك. واتمنى ان انت تكون ان شاء الله استفدت من الفيديو ده. اشوفكم في فيديو جديد على خير. السلام عليكم.